اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلنا اليومين دول بندور على اكلات توفر معانا في الميزانية وفي نفس الوقت تكون اقتصادية، يعني بكمية كبيرة وفي نفس الوقت ولادنا يحبوها وتكون كمان مغذية. كل ده في الفيديو اللي انت هتشوفيه النهاردة، وكفتة التوفير او كفتة اقتصادية سميها زي ما تسميها. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة بجد خطيرة جدا. لو انت كمان بتحبي اكلات اللي هي سريعة التحضير اللي بنشتريها من السوبر ماركت او بتكون جاهزة وفيها مواد حافظة، النهاردة استغني عنها بالكفتة الجميلة اللي انت هتشوفيها دي، لان بجد تقدري تعمليها وتكون معاكي سهلة جدا وتكون معاكي متحضرة في الفريزر، سريعة التحضير، يعني تطلعي وتقلي وتاكلي على طول. بجد طعمها خطير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وكمان تحطي لايك للفيديو. لو مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا رشا، لو اول مرة تشوفيني يلا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا ونعمل معانا الكفتة بتاعتنا. كفتة سهلة جدا وبسيطة، كمان تقدري تكبري الكمية اكتر من كده زي ما انت عايزة، مفيش اي مشكلة. كمية اللحمة اللي انت عايزاها، عندك ربع كيلو لحمة، عندك نص كيلو لحمة، عندك 8 كيلو لحمة، او عندك كيلو او 2، مفيش اي مشكلة. يعني الكمية اللي انت عايزاها تقدري تضعفيها او تقلليها، مفيش اي مشكلة. زي ما انت شايفة كده مكوناتنا بسيطة جدا واقتصادية جدا. هنحط بصلتين كبار بشرتهم، وكمان هنستخدمهم بالمية بتاعتنا، يعني مش هنصفي المية زي اي كفتة. تمام. الكوسة جبت ربع كيلو كوسة او كوسة كبيرة وبشرتها، كمان هحطها بالمية بتاعتها. احنا محتاجين الغذاء اللي في الخضار كله يبقى في الكفتة عشان ولادنا ياكلوه. هنحط بيضة وكمان معلقتين لتلاتة بقسماط حسب العجينة بتاعتنا. وكمان البهارات بتاعتنا بسيطة جدا، مفيش فيها حاجات كتير، يعني هنحط ملح وفلفل اسود، ممكن نحط بهارات لحمة. كمان لو حطيتي جوز الطيب هيديكي طعم حلو جدا للكفتة. كمان ممكن تحطي كبابة صيني. كمان البيكنج باودر دوت هيخلي الكفتة بتاعتنا في حتة تانية، يعني هيديها طراوة وهيخلي الكفتة كده جوسي من جوه، وهيخلي طعمها بجد خطير جدا. شويه البيكنج باودر دول مهمين جدا حتى في كفته الحاتي. جربي تحطي اللي انت البيكنج باودر هيفرق جدا معاكي في الكفته. كمان هقولك ازاي تعززي الطعم لو انت كترتي الخضار اكتر من كده او كترتي كميه الخضار على اللحمه بتاعتك. يعني ممكن تعملي شويه لحمه قليلين وتحطي خضار كتير جدا، يعني ممكن نحط جوز، احنا حطينا كوسه، ممكن نحط جزر، ممكن نحط بطاطس، بس الاتنين نسلقهم وبعد كده نبشرهم. تمام. يبقى ممكن تحطي 3 انواع خضار، مفيش اي مشكله، التلاتة مع بعض، او تختاري نوع واحد، او تختاري بقى اي انواع خضار تاني ممكن تحطيها. البسله لو سلقتيها وضربتيها في الخلاط تحطيها، مفيش اي مشكله. قبل كده عملنا كفته القرنبيط سهله جدا وبسيطه وبجد طعمها خطير وما كانش باين. بعد ما عجنت الكفته بتاعتنا، ايوه تعجني اي كفته تتعاملي معاها كانها عجينه، يعني تعجنيها كويس جدا. وبعد كده تسمغيها في التلاجة، يعني تسيبيها حوالي نص ساعة في التلاجة. وبعد كده تشكليها بالاشكال اللي انت عايزاها، وشكل الكفتة كمان يقدر يوفر معاكي في الكفتة، يعني تقدري تطلعي منها كميات اكبر او كميات اصغر حسب حجم الكفتاية اللي انت عايزاها. انا كده شكلتها بالطريقه ديت، عملت شويه مدورين كده وشويه بالشكل الطولي اللي انت شايفاه ده. هسيبها بقى حوالي 10 دقايق في التلاجة. وقبل ما انسى عشان تعززي طعم الكفته، لو انت كترتي كميه الخضار على اللحمه حطي كيس خلطه كفته جاهزه، هيفرق معاكي كتير جدا في الطعم ومش هيبين الخضار، وهيعزز الكفته بتاعتك جدا وهيخليها طعمها حلو. بعد كده طبعا جبنا البيض والبقسماط، وممكن كمان تسوي الكفتة بتاعتك من غير بيض وبقسماط خالص، يعني تجيبي صينية وترصي فيها الكفتة، معلقتين زيت وكمان شوية مية صغيرين، وتحطيها على نار هادية تستوي، تبقى الكفتة طعمها حلو جدا. بعد ما تستوي تدخليها تحت الفرن. بس النهاردة انا حبيت اخليها الولاد يحبوها اكتر فهقليها. تمام. بالطريقه ديت جبت البيضه وحطيت فيها شويه فلفل اسود وشويه ملح، وكمان عشان اشيل الماده اللزجه بتاعه البيض حطيت فيها معلقتين ميه كبار. معلقتين الميه الكبار دول هيشيلك الماده اللزجه اللي هي بتطلع بتخلص لك البيضه بسرعه، يعني بتلاقي البيضه كده لو حطيتي اي قطعه بانيه او كفته بتلاقي بياض البيض طالع مع الحاجه اللي انت عايزه تعمليها في البيض والبقسماط.
وطبعا عشان ولادنا يحبوا الاكل اكتر فلازم تخليهم يساعدوكي في المطبخ، سواء ولاد او بنات مفيش اي مشكلة، تقدري تخليهم يساعدوكي زي ما انت شايفة كده. خليتهم يساعدوني في الكفتة عشان يحبوها اكتر، بس انا ما خليتهمش في الخطوة اللي انا حطيت فيها الخضار، ما بينت لهمش خالص اللي انا حطيت فيها خضار. يعني شكليها زي ما انت عايزة وحطي الخضار، وبعد كده اضحكي عليهم قول لهم تعالوا ساعدوني. هنخلص كل الكمية بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. ممكن تعمليها كلها مرة واحدة، وممكن تخليها الكفتة زي ما هي كده، وبعد كده بقى تشوفي لو انت عايزة تسويها هتحطيها في البيض والبقسماط او هتسويها كده في عرقها، براحتك جدا. تمام، بس انا هما بيحبوها بتبقى مقلية، فممكن اعمل الكمية كلها في البيض والبقسماط واخد على قد الوجبة بتاعتي النهاردة، وبعد كده افرز الباقي تبقى معايا سريعة التحضير في اي وقت. زي ما انت شايفة كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. لو هتفرزيها بقى هتجيبي طبق وترصي طبقة كده من الكفتة، وتحطي طبقة اكياس بين كل طبقة وطبقة كفتة عشان ما تلزقش في بعض، وعشان تبقى معاكي سهلة جدا لما تطلعي وتقلي او تطلعي وتسوي بسرعة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. بس اهم حاجة في الكفتة ديت قبل ما تقليها عشان اللحمة نية، فهتسيبيها حوالي ربع ساعة تبقى نص تفريزة كده، يعني تبقى ثابت شوية، وبعد كده تقليها. ما تخافيش خالص، لاني طبعا اللحمه نيه زي ما قلتلك، وعشان نسويها ما تبقاش مستويه من بره، تتحرق بسرعه من بره وهي متلجه، وتبقى لسه نيه من جوه. وعشان نسوي الكفته بتاعتنا هنجيب حله على النار يكون فيها زيت، او تكون طاسه غويطه شويه، لان الكفته بتاعتنا اللحمه نيه، فعايزين نسويها في زيت غزير زي ما انت شايفه بالطريقه دي. مش بتاخد 10 دقايق، بس اهم حاجة يكون الزيت مغطي الكفتة من فوق ومن تحت عشان تتحمر معانا بكل سهولة، وتاخد معانا لون جميل كده. بجد ولادنا هيحبوها جدا، انا عن نفسي ولادي بيحبوها مش بيستغنوا عنها خالص. ممكن تعمليها لهم كمان في سندوتشات المدرسة، هتكون سهلة وسريعة واحسن من البرجر واحسن من الحاجات اللي هي بتبقى جاهزة واحنا مش عارفين هي معمولة من ايه. كمان لو حابة تعملي البرجر عملته قبل كده في القناة، بجد سهل جدا وخطير، واتحدى اي حد يعمله بالطريقة دي، لان بجد طعمه حلو جدا، احسن من اي برجر جاهز. بجد جربيه هيعجبك جدا. عملت جنبه النهاردة بقى جنب الكفتة بتاعتنا ديت كده رز بالكاري. تقدري كمان تعززي الرز ده بخضار اكتر، يعني نعمل الرز اللي هو بالبسلة والجزر، هيدي قيمة غذائية اكتر للوجبة بتاعتنا، ويكون كمان ولادنا كلوا كمية خضار حلوة جدا من غير ما يحسوا. شايفة الكفتة شكلها من جوه كأنها لحمة صافي، مش باين خالص ان هي فيها خضار. وزي ما انت شايفة كده عملت الرز جنبها ده خطير بجد. تقدري تعملي جنبها مكرونة، تقدري تاكليها بعيش، تقدري تاكليها زي ما انت عايزة، بس اوعدك ان ولادك هيحبوها. جربيها انت كمان هتحبيها. ما تنسيش بقى تحطي لايك للقناة، وشكرا نورتيني لمشاهدتك للفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.